رضا الموهوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويمنح ويحقق المطلوب، يغني ويشفي ويكشف الكروب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما يأتي من الخطوب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويستر العيوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو صاحب المقام الموهوب، أول من يسجد على البساط وأول من يمر على الصراط، والكل من الهول مكروب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، واسمه على باب الجنة مكتوب، تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه البصائر والقلوب، وعلى جميع آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي علام الغيوب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فما زال الحديث متواصلا بفضل الله ومشيئته مع سلسلتنا المباركة التي هي بعنوان أمراض تفشت في المجتمع المسلم. ووصل بنا المقام الآن بفضل الله ومشيئته إلى ما وعدناكم به في الأسبوع الماضي، ألا وهو موضوع كتمان الشهادة الذي تفشى في مجتمعنا وتفشى بين الناس. اعلم أيها الأخ الكريم يا من كتمت الشهادة أنك بكتمانك لهذه الشهادة أنت نشرت الظلم بين الناس، وأنت أغضبت الله عز وجل وأرضيت الشيطان الرجيم، وأنت كنت حائلا عن نشر العدل بين الناس، ونشرت البغضاء في أوساط الموحدين لله رب العالمين. أما أنت يا من تقوم بأداء الشهادة على وجهها، وأديت الشهادة لوجه الله عز وجل، ولا تخشى في الله لومة لائم ولا تخف من أحد، فقد منعت الظلم، فقد منعت نشر الظلم، ونشرت العدل بين الناس، وأرضيت ربك جل وعلا، وأسخطت الشيطان الرجيم، وكنت من المؤمنين المخلصين العابدين الذاكرين الموحدين لله رب العالمين. نعم، بإقامتك للشهادة أيها الأخ الكريم، الشهادة هي بيان الحق سواء أكان عليك أم على غيرك. الشهادة هي بيان الحق، إنك تظهر الحقيقة، إنك تبين الحقيقة ولا تكتم هذه الحقيقة. أيها الأخ الكريم، أما علمت أن الشهادة بمعنى الإيمان؟ فإن أديت الشهادة كاملة فأنت من المؤمنين المخلصين. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ربنا
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يقول أهل صنعة التفسير أي اكتبنا مع المؤمنين وأثبت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا من جملتهم. فأنت عندما تؤدي الشهادة أنت من المؤمنين الحقيقيين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل إن الشهادة أيها الأخ الكريم هي بمعنى الرقابة. الشهادة بمعنى الرقابة، أي أنت رقيب. الإنسان إذا فعل وعلم أن الناس سيشهدون عليه، لو جاء ليظلم أو ليأخذ ما لا يحل له وعلم أن فلان الأول والثاني والثالث الجميع سيشهد فسيخاف، سيحسب قبل أن يتقدم، هيحسب حساباته قبل أن يظلم، لأن الكل سيشهد عليه. قال الله: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، بمعنى كنا عليكم رقباء. كنا عليكم رقباء. الذي يشهد هذا هو حاضر القلب وحاضر السمع. فالشهادة جاءت في القرآن في لغة القرآن بمعنى حضور القلب والعقل والروح. اسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأفاضل الكرماء، إن الذين يؤدون الحق هذا، إن الذين يشهدون بالحقيقة هذه هم من أفضل الناس وهم من أحسن الناس. لماذا؟ لأنهم يتصفون بصفة من صفات الله عز وجل. ألم تعلم أن من أسماء الله هو الشهيد؟ والشهيد بمعنى الرقيب، المطلع على أحوال الناس، المطلع على معاملتهم، المطلع على أقوالهم وعلى أفعالهم. فالذي يشهد بالحق هذا هو يتصف بصفة من صفات الله، بل بصفة من صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشاهد في الآية شاهدا. وقال الله: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. نعم. وقال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أسماء النبي ومن صفاته أنه يشهد وأنه شاهد. بل إن الأمة المحمدية هي أمة الشهادة. أنت عندما تؤدي الشهادة فأنت من أمة حضرة النبي الحقيقية، من الأمة ليست النسب، وإنما من الأمة المؤمنة إيمانا حقيقيا. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم أيها الأخ الكريم، فلما تكتم الشهادة ولما تضيع الشهادة؟ اسمع معي إلى ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم لتعلم أنك ستشهد على سائر الأمم، استمع معي جيدا. قال: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بأمة سيدنا نوح ويسألون وربنا أعلم. يقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من نذير، لم يبلغ ولم يأتنا نذير. فيقول الله لنوح: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: يا رب يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، أمة حضرة النبي في ذلك اليوم الأمة الحقيقية، الأمة التي عملت بالقرآن، الأمة التي عملت بالسنة،
الأمة التي لم تظلم، لم تغتب، لم تشهد زور، الأمة التي لم تكتم الشهادة في الدنيا ستشهد في الآخرة، أما إن كتمتها في الدنيا لن تشهد في الآخرة. أيها الأفاضل الكرماء، اسمع معي إلى ما جاء عن سيدنا عبادة بن الصامت بسند صحيح أنه قال: سمعت حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت حبيبي محمد يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء، أمتي أعطيت ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء. الأولى: كان الله عز وجل إذا بعث النبي يقول له: ادعني أستجب لك، وقال لأمة محمد أو قال لأمتي: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الثانية، قال أن الله عز وجل كان إذا بعث النبي قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لأمتي: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الثالثة، قال: كان الله عز وجل إذا بعث النبي يشهده على أمته، وجعل أمتي شاهدة على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم أيها الأخ الكريم، وصدق الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية من سورة النساء. أيها الأفاضل الكرماء، الشهادة تأتي بمعنى تقرير الحق بعد أن تأتي بمعنى الإيمان وبمعنى الرقابة وبمعنى العقل الواعي والأذن الواعية. تأتي الشهادة بمعنى تقرير الحق وإظهار الحق إذا كانت للحقوق، لأنك بكتمانك للشهادة تضيع الحق من صاحبه وتساعد في نشر الظلم وتساعد في الفساد في الأرض. أما إن قلت الشهادة حقيقية فأنت من أهل أصفياء الله، من خيرة الناس. وحذرنا ربنا جل وعلا من كتمان الشهادة، بين أن الذي يأتي بالشهادة هو من الأوفياء، وأن الذي يكتم الشهادة هو من الأخساء. قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال أهل صنعة التفسير ما نصه آثم قلبه، بمعنى أنه فاجر لا يراقب الله عز وجل ولا يهمه أي إثم ارتكب وأي ذنب فعل، لأنه لا يخاف من الله. تخيل ذلك في كتمان الشهادة، تخيل أن ذلك فيها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة المائدة: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أي لمن المذنبين الذين يعصون الله عز وجل. كل ذلك في كتمان الشهادة. وبين ربنا أن هذا الذي يأتي بالشهادة هو من المؤمنين الخالصين. ألم يقل ربنا في صفات المؤمنين: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي الذين يؤدونها في أكمل وجه وعلى أكمل الأوجه، الذين هم بشهاداتهم قائمون. أيها الأفاضل الكرماء، اعلموا جيدا أن هذا الذي يأتي بالشهادة حتى لا تضيع الحقوق من أفضل الناس ومن أحسن الناس. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أفضل الناس وأفضل الشهداء اللي بيأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يعني ما حدش يتحيل عليه ولا حد يتوسد إليه، إنما مباشرة لا يكتم الحق، يذهب مباشرة للإدلاء بشهادته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يشهدون بالحق، وأن يبعدنا عن كتمان الشهادة وعن أهلها. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على النبي الهاشمي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وعلى جميع آلك وأصحابك ومن سار على نهجك واهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأفاضل الكرماء، كما أن الله عز وجل حذرنا من كتمان الشهادة، حذرنا أيضا وأمرنا بالابتعاد عن شهادة الزور، فقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال سبحانه وتعالى في صفات عباده الذين نسبهم لنفسه عباد الرحمن، قال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه في بداية سورة المجادلة: وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. هذه الشهادة، شهادة الزور التي تدخل صاحبها النار. لو كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، والحديث عند البخاري، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس اعتدل وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، حتى قلنا ليته سكت. ظل النبي يردد، كلنا يحفظ هذا الحديث. ولذلك استمع معي إلى ما جاء عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين صفات الزمان الذي نعيش فيه الآن. اسمع معي لتعلم أنك بكتمانك للشهادة تضيع الحقوق. الحديث جاء بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم. اسمع للصفات وانزل بها لأرض واقعنا، انتبه. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون. أهل صنعة الحديث يقولون أنهم يذهبون للإدلاء بالشهادة الكاذبة ولم يطلب منهم يذهبون ليشهدوا بشهادات كاذبة وشهادات زور، ولم يطلب منهم أن يدلوا بهذه الشهادات. هذا غير قول النبي: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فخير الشهداء هذا يأتي بشهادة الحق وشهادة الصدق. أما هذا الذي يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن يطلب منه، هو الذي يشهد بالشهادة الكاذبة دون طلب. طبقها على أرض واقعنا. هات الصفة الثانية يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بعد أن يقول: قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، يكون خائنا للأمانة، ليس أمينا عليها. هات الثالثة يا حبيبي يا محمد. يقول: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينذرون ولا يوفون. الرجل يقف ويقول: إن شفى الله مريضي لأصومن أسبوع، أو إن شفى الله ولدي لأتصدقن ب1000 من الجنيهات. فإذا ما شفى الله المريض لا يتصدق ولا يصوم، هكذا. أو إن نجح الله ولدي لأفعلن كذا. هذه من الصفات التي انتشرت وتفشت في زماننا. كثير من الناس يسأل: والله أنا كنت نظرت كده لله عز وجل نذر، بس أنا عايز أبيع النذر ده واستنى للسنة الجاية. طب والله أنا كنت نظرت كذا، إيه رأيك ما وفيش به السنة دي؟ ذلكم هو قول حبيبكم النبي، حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن، أي يأكلون ويشربون وينامون ويزدادون في الوزن ولا تأخذ منهم مصلحة، هكذا يظهر فيهم الثمن. قال: ذلكم حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخوانا، أنت يا من تكتم الشهادة، لو كتمت الشهادة في الدنيا
هتفضع على رؤوس الخلائق بين يدي الله يوم القيامة. انت هتكتمها النهاردة هتشهد بين يدي الله. الشهادة النهاردة انت خايف لفلان يزعل منك، ما تخافش، زعله بس ترضي ربنا. لكن في يوم القيامة ستغضب الذي خلقنا وهو من؟ الله. قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. مشهد تنخلع له القلوب من صورة فصلت، مشهد يبين أنت تكتب الشهادة في الدنيا وتتخرج بين يدي الله يشهد عليك اللسان أنه لم ينطق بها في الدنيا، يشهد عليك الأعين، تشهد عليك الأعين أنها رأت وأنت كتمت، تشهد عليك الأذن أنها سمعت وأنت كتمت. لما توقع نفسك تحت عقاب الله؟ فبادر قبل أن تغادر، بادر ولا تكتم الشهادة، بادر واشهد بالحق واشهد بالصدق لتنصر العدل وتنشر الحق بميزان في أوساط الناس وفي أوساط الموحدين لله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين